بإذن الله عايزين نتوقع نتيجة ماتش كأس مصر نهائي بين بيراميدز والزمالك. بيراميدز طبعا واخد دوري أبطال أفريقيا وواخد الدوري بالنتائج الطبيعية، واخد الدوري، لكن طبعا الرابطة ادته للأهلي. لكن قوة بيراميدز بعيدا عن البطولة اللي خدها، قوة بيراميدز السنة دي عالية جدا عالية جدا. بيراميدز قوي جدا. الزمالك بيمر بمشاكل كتير كتير كتير. طبعا بدأ الموسم ببطولة قارية، يعني نهى الموسم اللي فات ببطولة قارية وبدأ الموسم ده ببطولة قارية. خسر السوبر المصري بتفاصيل بسيطة، كاس مصر بتفاصيل بسيطة. كرة شيكابالا اللي هي البيلين لو كانت دخلت كنت هتبقى بطولتين في شهر على حساب الأهلي، فكانت هتبقى بداية موسم قوية جدا. كده كده انت بدأت الموسم بشكل حلو انك خدت السوبر الأفريقي، لكن بعد كده مشاكل مشاكل مشاكل، لعيبة مشيت، لعيبة اتصابت، لعيبة مستواها وحش، لعيبة كانت عاملة أداء استثنائي وراح لحاله. فالزمالك مكمل بشكل مش صح خالص. الزمالك عنده مشاكل إدارية كتير جدا، الزمالك عنده مشاكل فنية كتير جدا، الزمالك عنده مشاكل مالية كتير جدا. فالزمالك الفترة الحالية سيء. بيراميدز في أعلى مستوياته، حرفيا أعلى مستوياته. عايزين نتوقع الماتش إن شاء الله. بإذن الله الزمالك هيفوز، الزمالك هيكسب الماتش. في 2019 كان الزمالك في حالة مشابهة لدي، كان الزمالك مش بيقدم مستوى قوي. كنا واخدين بطولات كده، كاس على سوبر على مش عارف ايه، لكن رجعنا لعبنا بيراميدز في نهائي كاس مصر، وبدأنا فترة كانت من التوهج للزمالك، كانت فترة عالية جدا للزمالك. فالزمالك ساعتها كان وحش وكان بيقدم أداء عادي، وكان بيراميدز قوي وكان لسه بيبدأ المشروع، وكان ساعتها فريق قوي جدا. ساعتها لعبنا بيراميدز كسبناهم 3، اللي هو الهدف بتاع أوباما وهدفين بن شرقي. فإن شاء الله تكون بتتكرر ونبدأ تاني موسم، يعني يكون الفترة اللي ضاعت مننا وحشة دي ترجع تاني بأداء قوي، ناخد الكاس، وإن شاء الله نبدأ الجديد ببطولة زي دي ترجع الثقة للعيبة، ترجع الثقة للإدارة، ترجع الثقة للجمهور اللي عنده بعض الشيء من فقدان الشغف. الجمهور طبعا مش مبسوط خالص. فبإذن الله هيكون ماتش قوي، بإذن الله هنكسب، بإذن الله اللي جاي أفضل للزمالك. في حالة انتعاشة مالية جاية إن شاء الله، كل ده يكون مع بعضه وناخد البطولة على حساب بيراميدز، ويبقى بيراميدز خد بطولتين السنة دي والزمالك خد بطولة، وإن شاء الله اللي جاي أفضل يعني.